مليان مشاهير وطيارات خاصة وفساتين بملايين وتورتة بيتقال عليها قطعة فنية. ده مش فيلم، ده خيال علمي. ده فرح جيف بيزوس مؤسس أمازون، تاني أغنى أغنياء الكوكب على الإعلامية لورين سانشيز، واللي اتقال عليه بكل ثقة فرح القرن. الفرح اتعمل في مدينة البندقية في إيطاليا واستمر 3 أيام، والميزانية بتبدأ من 46 مليون دولار وتوصل ميزانية كام دولة أفريقية صغيرة كده. مش فرح عادي. عدد الطيارات الخاصة اللي وصلت للفرح حوالي 90 طيارة. الضيوف نخبة العالم بجد، من كيم كارديشيان وتوم برادي لأوبرا وينفري وأورلاندو بلوم ولحد ليوناردو دي كابريو نفسه اللي جه بكامل أناقته، بس كبر دماغه ولبس طاقية بيسبول. بس المفاجأة الكبيرة بقى إن الفرح ما اقتصرش بس على المشاهير من هوليود زي ما قال موقع CNN. ده كمان دخل فيه حضور ملكي عربي، الملكة رانيا العبد الله زوجة ملك الأردن، والأمير الحسين ابن عبد الله ومراته الأميرة رجوة، كلهم حضروا الفرح. الملكة رانيا نزلت بإطلالة سوداء أنيقة جدا، بسيطة وراقية، عبارة عن توب بأكمام وبنطلون ستايل شيك مع شنطة شيك وصندل بكعب عريض يناسب شوارع البندقية. وكملت الإطلالة بنضارة شمس تدي لوك عصري ملوكي. أما الأميرة رجوة فطلعت علينا بلوك درجات شوكولاتة كأنها جاية من إعلان موضة، لبست قميص وبنطلون كتان ستايل مريح جدا وحذاء رياضي بيج وشنطة كتف من الجلد البني. كمان حطت لمسة ناعمة بأقراط من الياقوت والألماس، حتى المجوهرات كانت بتقول أنا جاية أفرح بس بأناقة. المفاجأة الأحلى الأميرة إيمان بنت الحسين كانت معاهم، طالعة في إيد باباها الأمير الحسين. وبحسب موقع اليوم السابع العروسة لورين سانشيز ظهرت أول يوم بفستان كأنه معمول من قماش صالون كلاسيك. الفستان سعره 100,000 دولار، معمول مخصوص علشان يبرز خصرها، ومليان ورود ومطرز حوالين الرقبة والتنورة. أما التورتة بقى فمين يعملها غير سيدريك جروليه، أشهر شيف معجنات في فرنسا، راجل بيعمل الحلويات كأنها فاكهة أو ورد طبيعي. التورتة دي خدت منه أسابيع تحضير في سرية تامة، سعرها ما بين 30 ل 50 ألف